يقول لك الغلطه بفوره، بس دي حاجه وحشه جدا. يقول لك اشتغل كتير تغلط كتير، لا احسن لك ما تشتغلش خالص ما تغلطش خالص ما حدش يمسك عليك حاجه. الكلام ده كلام فارغ نقوله في الاسم برضه. انا عايزك تشتغل بكل قلب وذمه من اول لحظه. لسه مالكش رصيد، هم مختارينك على فكره. حصلت مواقف كتير على فكره. انا في ناس، انا ليا قصه شهيره جدا هتلاقوها على تيك توك. كان في حوار مع احدى برامج البودكاست في دوله عربيه شقيقه، وقلت قصه والناس زعلت، بس ناس كتير جدا فهمت القصه. في واحده اترفدت بعد 3 ايام اشتغلت معايا، بس ال3 ايام كنا قايلين لها من اول لحظه هتعملي 1 2 3 4 5، ما تعمليش 7 8 9 10، اسالي في كذا وكذا، وهي عملت كل حاجه عكس اللي اتفقنا عليه تماما. كنا بنسالها في نهايه كل يوم ال3 ايام، زي ما قلنا ما عندناش حاجه اسمها جس نبض او غيره، ليه عملتي كذا، المشكله دي جايه منين، طب مش عارف ايه. وهي دايما تدي كلام غير منطقي خالص باي صوره من الصور. في الاخر مشيت ما فيش مشكله خالص. لا بنطبق على فكره. 90% من الشركات اللي بتعامل معاها النهارده، الرقم ده مش مبالغ فيه، 90% بيطبق موضوع اللي هو البروبيشن بيريد، فتره اختبار بكل دقه. لكن جنب كده احنا اخترناك على فكره عشان انت كويس، عشان انت اثبتت نفسك في انترفيو ومقابله واسسمنت سنتر وكل حاجه. ما خدناكش كده كمالة عدد، ليك دور بجد. فانا عارف انت كويس، هتغلط هتحصل. القاعده اللي تبقى في بالك، افتكر تاني المايند سيت، منهاج التفكير بتاعك. اللي بيشتغل كتير هيغلط كتير، طبيعي جدا.